السلام عليكم طلاب العراق. لجنة التربية النيابية تقترح اعتماد درجات نصف السنة كدرجة نهائية لهذه المراحل. قبل لا نبدي لا تنسى لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتفعل الجرس إذا كنت ما مشترك وتشارك الفيديو للفائدة. اقترح عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي اعتماد نتائج الكورس الأول ونصف السنة كنتائج نهائية للمراحل غير المنتهية في المراحل الابتدائية والثانوية. وقال الزاملي: بعد انتهاء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين فإننا نبارك للطلبة والكوادر التربوية ولوزارة التربية هذا النجاح مرة أخرى في إكمال الامتحانات، ونشد على أيديهم في إكمال تصحيح الدفاتر الامتحانية وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، ليتسنى للطلبة معرفة مصيرهم بالاشتراك في الامتحانات الوزارية من عدمها. وأضاف الزاملي: كما أنه من الممكن اعتماد نتائج نصف السنة والكورس الأول للمراحل غير المنتهية كمرحلة نهاية العام الدراسي، لافتا إلى أن مراحل السادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس إعدادي فبالتأكيد أن الجميع سيشتركون بالامتحانات الوزارية، على اعتبار أن لدينا طلبة خارجيين اعتمدوا على الامتحانات التمهيدية. طبعا كتوضيح لهذا الخبر أنه لجنة التربية جاي تقترح اعتماد درجات نصف السنة كدرجات نهائية لطلاب المراحل غير المنتهية. وتعرفون أنتم شنو معنى طلاب المراحل غير المنتهية؟ اللي هم من الأول الابتدائي إلى الخامس الابتدائي، وكذلك الأول متوسط والثاني متوسط والرابع الإعدادي والخامس الإعدادي، يعني جميع المراحل عدا المراحل اللي عندهم وزاري اللي هم السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي. فيقول أنه اعتمدوا درجات نصف السنة لطلاب المراحل غير المنتهية. أما المراحل الوزارية فذول لازم يأدون امتحاناتهم الوزارية، لأن باعتبار أنه أكو طلاب امتحنوا تمهيد من الطلاب الخارجيين وتأهلوا للامتحانات الوزارية فلازم يأدون الامتحانات الوزارية وياهم. هذا المقترح اللي ينطرح من لجنة التربية النيابية. أكيد القرار الأول والأخير يبقى بيد وزارة التربية وبيد اللجنة العليا للصحة والسلامة وبيد مجلس الوزراء كذلك. فإن شاء الله احنا راح نوافيكم بكل الأخبار اللي تخص الدوام واللي تخص نهاية العام الدراسي إن شاء الله.